وتعالى مفيش آية. شوف القاعدة سيدي، اسمع مني. الإنسان لا ينشغل بدفع الشر، إنما ينشغل بمزاحمة الشر بالخير. ماشي. كثير من الناس يشوف شر معين ينتقد هالشر وينتقد هالشر وينتقد هالشر. علمني ابن تيمية رحمه الله، أنا عشت فيه معه وفي بلدته، قال لي يا طارق زاحم الشر بالخير، لا تنشغل بحرب الشر. وضحت الفكرة؟ ماشي. تمام. مثلا لنفرض مثلا أنا كطبيب نفسي مثلا جاي هنا أو بأي مكان أقدر أنتقد فلان وفلان وفلان وفلان. طب لماذا لا أقدم شيئا في الطب النفسي من الخير ينفع البشر؟ وصير الجهد اللي أنفقه تمام في تخصص. أنا مثلا كمتخصص، هذا كمهندس، هذا ككذا. هنا تعمر الأرض، وهذا سلوك الأنبياء. سلوك الأنبياء ليس نقد أهل الشر، بل رحمة أهل الشر لتيسير الخير لهم. إذا يدور حول كعبة الخير تماما. وحتى أهل الشر بقول لنا نرحمهم ونحرص على رحمتهم. ربي يوفقكم. أنا ما أنا بقدك، لا مش قد بقى، أنا عايز أرد عليك شوية بقى. هو إيه بيكشف؟ استناني بقى يا عم الحاج. لا استناني بقى. حسبنا سبيكر كورة. ربنا سبحانه لا ربنا سبحانه وتعالى في آياته برضه قال واعتصموا بحبل الله واحنا بنقطع ونجري. اسمعني بس، وعايز حد يجاوبني بالعلم بالجهل بأي طريقة. ما أنا ماني عالم. ماشي. أنا قلت تعليق وربنا قال سبحانه وتعالى. أنا ما ناقش، أنا قلت تعليق. ماشي. ليه انا جاهل، انا راجل جاهل بس بحارب. لا انا بحارب. بص اللي بيسب ابويا بلعن سلسفيل ابوه. لا يعني لا هو لا تكلم. اللي بيسب ربنا سبحانه وتعالى ويقول لك الله تاد، الله مات. واللي يسب رسول الله ويقول لك محمد نبي محمد وعمل كذا وعمل كذا ويطلع فيه الفحشاء في رسول الله خير خلق الله. ها؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الانبياء والمرسلين. صدق الله العظيم. ها؟ اما ناس زي دي بتتهمنا في ديننا وفي شريعتنا وفي عقيدتنا وبتسبنا، اسكت رد عليا اسكت. لا انا لا ما راح ارد عليك، ما راح تفهم. لا معلش، لا مؤاخذه يا جماعه، لا مؤاخذه. اصل لما اخد معلومه من راجل محترم زي ده معلش ايوه اسمعوا يا شباب. المعلومه والله من اراد ان يخدم الاسلام اسمعوني فليخدم الانسانيه. كيف؟ الله يخليك. اسمعوني. انا مثلا قحطاني، الرجال مثلا عتيبي. لنفرض القحطان تمثل دين، عتيبه تمثل دين. لو قلت قحطان كويسه لا خل عتيبي ذا او الحربي او كذا سيتضايق من قحطان. لكن لو قلت البشريه والاخوه وكذا، وش يقول عتيبي؟ والنعم بالقحطاني اللي هو النعم بالمسلم. من اراد ان يدعو الى دين الله الاسلامي فليدعو الى الامور الانسانيه المشتركه العامه. نعم. فياتي القبول للاسلام. وانا والله مرتبط ولا كان اتشرف بك. لا بس اقول لك كلمه، انت عفريت. عفريت بالمصري عارفينها. لا يا عم لا يا عم وانا صغير. عفريت وانا صغير. لا عفريت بالمصري لا. انا مش عفريت بالمصري بهينه. لا ده راجل عزيز. انا بقول لكم قصه بالمصري. هو يعني زي ما تقول ايه بيخلع كده بالعربي بطريقه حلوه. عفريت بالمصري تراه مدحه. اوعى تفكر ده راجل محترم. على قصه ده انا بسال مين ده؟ قالوا لي فلان. يعني الناس مقيماه، الناس راجل محترم، راجل فاضل. ما عليك بالدكتور يا جدع، ما عليك بالدكتور. سيبك من الدكتور، ما احمد زويل دكتور والدكتور مجدي يعقوب دكتور وكل الدكاتره كتير. الناس قدموه قالوا فلان وقالوها بسوء يعني راجل محبوب. في فرق بين واحد بينطق اسمه قدامك وواحد بيقول ده فلان، انما في واحد بيقول لك ده الدكتور فلان. خليني اقول لكم قصه بالمصري تعجبكم. يا حب تعجبكم، اسمعوها. قول يا حبيبي، اوعى تقول على الصعيد حاجه. لا في دكتور، يعني دكتور مصري بروفيسور رجل عظيم. دكتور مصري رجل عظيم انا احبه. تدري متى لما اتكلم واشعر بقيمه كلامي؟ مش قال لي والله كويس كلامك يا طارق، كلامك صح. هو مثل ابوي.
لما اتكلم كلام فكري ثم يطالع فيني كذا ويسترخي يا ابن الكلب انبسط. فكل مجتمع له طريقه. السعوديه مثلا، اسمعوني هذه، اذا بغى يمدح يقول والله ذيب، واذا بغى يسب يقول يا كلب. مع انك لو قارنت الذيب بالكلب مين ازين؟ كلب. الذيب كل صفاته سيئه والكلب صفاته اكثرها زينه، ولا لا؟ صح؟ لأن هناك عرف مجتمعي. استنى يا عم بقى، صور انا وانت. كم الصور؟ انت اللي هتدفع كام؟ انا اسال اقول كم ادفع؟ انت اللي هتدفع كام؟ تاج راسي انت شر. الله يخليك يا رب، طول عمرك.